كل الحكايه بقى اني استخدمت شويه زيت من اللي انا كنت برميهم الاول، برميهم في الحوض او برميهم في الزباله، طلعوا لي صابون غسيل حلو جدا. الصابون ده ما شاء الله عليه في تنظيف الالومنيوم حلو قوي، في تنظيف البقع، شرابات، اي حاجه. تعالوا نشوف عملناه ازاي مع بعض. هضيف 4 كوبايات من الزيت، اكون مصفيهم كويس، الزيت ده مستعمل لازم تكوني مصفياه. هضيف عليهم ربع كوبايه من الكلور، هيبدا اللون يتغير معاكي بالشكل ده. ابداي قلبي كويس جدا. الوصفه دي ناجحه جدا، شفتها على النت وبجد تسلم صاحبه الوصفه دي. هضيف عليها معلقتين من البيكربونات الصوديوم او اللي هي الكربوناتو، ومعلقتين من السكر البودره. وبرده ابدا اخلط، السكر بيساعد على التنظيف اكتر. هبدا اقلب بالشكل ده، وبعدين هضيف عليه عصير ليمونتين كبار بالشكل ده عشان يبقى ريحته ليمون كده ويبقى حلو جدا. وابدا برضو اقلب، اي مكون تضيفيه قلبي. وهضيف عليه ربع كوبايه من سائل غسيل الاطباق، عندك اي نوع سائل اضيفيه ربع كوبايه برضو، وابداي قلبي بالشكل ده. حقيقي الوصفه ناجحه وحلوه جدا. بعدين هركن الخليط ده على جنب، ومعايا بقى المكون الاساسي اللي هي الصودا الكاويه او البوتاص، احنا بنقول عليه هنا بوتاص، هي الصودا الكاويه، قولوا انتوا بتسموها ايه. معايا هنا كوبايه الا ربع من الصودا الكاويه بالشكل ده، وخلي بالك عشان هي خطر جدا. هجيب كده برطمان ازاز، وبعدين هضيف عليها كوبايتين من الميه، كوبايتين من الميه. البتاع ده هيطلع ابخره كده، خلي بالك ما يبقاش واقف جنب كولادك ولا اي حاجه، ويبقى سخن كمان، يعني اشتغل بحرص. وبمعلقه خشب قديمه كده ابداي قلبي، وبعدين ضيفي الخليط ده على خليط اللي احنا عملناه قبل كده، وابداي قلبي برضو. هياخد وقت في التقليب شويه، سيبيه وارجعي له تاني. كل ما تسيبيه شويه وترجعي له تاني هتلاقيه تقل معاكي بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا في الفيديو ده. بس سيبه كل شويه وارجع له تاني، حوالي 3 4 مرات كده، هيبدا يتماسك معايا ويتقل معايا بالشكل ده. يبدا قوامه عامل زي البشاميل كده بس اتقل شويه. شايفين معايا القوام بقى عامل ازاي؟ بقى بالشكل ده. هقلب تاني برضو. جربوها وما ترميش الزيت او ما تبيعوهوش بمعنى اصح. الصابون ده حلو جدا زي ما قلت لك في غسيل الالومنيوم، الحنفيات، الاحواض. معايا بقى صاج كده، بس انا كبرت الصاج بتاعي شويه، انت ممكن تصغريه عشان تبقى الصابونه معاكي كبيره شويه، ما تبقاش سمكها قليل كده. يعني انا السمك طالع معايا رفيع شويه، انت ممكن تصغري الصاج بتاعك وتفرشي فيه كيسه كده. وهنا كان تاني يوم الصبح، انا كنت شغاله فيه من بالليل، بدا يمسك شويه كده، بدات اقطعه بالسكينه، وبعدين بشيل المفرش كده اللي تحته ده، بيطلع معاكي بالجمال ده. 3 4 ايام كده وبتلاقيه نشف تماما معاكي، وتبداي تغسلي بيه. بجد حلو جدا، زي ما قلت لك استخدميه في اي حاجه عندك، بينظف الالومنيوم جدا جدا يعني، والشرابات والاحواض وكل حاجه. هتشوفي رغوته اهو، ده كمان هو كان لسه هنا ما نشفش معايا، يعني لما اسيبه كمان شويه الرغوه بتزيد وبيبقى حلو جدا. جربي الوصفه ديت وان شاء الله تعجبك. اهم حاجه لو عجبتك ما تنسيش تدعميني بلايك، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك، وتسيبي لي كومنت حلو. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.